نيايو في العاصمة الكينية نيروبي، والدور الرسمي الأول للمنتخب المغربي حامل اللقب في نسختين 2018 و 2020. هذه أول مباراة أمام المنتخب الأنغولي ضمن فعاليات المجموعة الثانية، انتصار كينيا قبل حين على حساب RDC الكونغو الديمقراطية 1-0. الصدارة لكينيا في انتظار النتيجة اليوم بالنسبة لأسود الأطلس، واختيارات اليوم على البداية بالنسبة لطارق السكتيوي، الاعتماد على المهدي الأحرار في حراسة المرمى، أناس باش رقم 3، مروان الوادني رقم 4، 8 خالد أيتور خان، 13 بوشعيب العراسي، 17 يوسف بالعمري، 18 عماد الرياحي، 19 أيوب مولوعة، 24 ربيع حريمات، وسيكون القائد بالمناسبة على الصورة 25 أنس المراوي، 20 محمد مفيد. إذن هذه الأسماء التي سيبدأ بها طارق السكتيوي. الصورة على حكام يدي واصلة لمن مافوتا، فيدينو يتقدم، يلعب الكرة على الطرف الايسر لكن قوية، الكرة ترجع للوادني، الوادني للمهدي الاحرار، تصل الى هذه البطولة الى كينيا. حسباش وربيع حريمات، انطلاقة مرة اخرى، الوجه في اتجاه نعم باسينسيا الاحرار. اوسي يتقدم، من يخرج لقطع الكره؟ اوسي يرفع ايتور خان، ايتور خان في القائمه الثانيه، ولكن اين العرضيه مفيد؟ العرضيه والمتابعه، الكره الثانيه، التسديده مره جانبيه، الكره تمر جانبا عن طريق خالد ايتور خان. أول تسديدة لأيتور خان من خارج منطقة الجزاء، وأول صعود لمحمد مفيد هجوميا، أول صعود. هذه الإعادة، وتكلم دائما عن المنتخب المغربي، كرة للأمام والرأسية بعد ذلك، لكن حارس المرمى نيبلو يتابع كرة الوادني، ممتاز الوادني، ارتقاء أعلى من الجميع، ولكن الضربة الرأسية هنا كانت في متناول حارس المرمى نيبلو. معليش خير افتراق، يلعب باس ممتازه في دار المدافعين، يمشي لمهراوي، يرفع يا مهراوي، مرر يا مهراوي، والتسديده الاولى والثانيه، اضرب في الزاويه 90، في الزاويه 90، والكره اوت الى الركنيه. يا سلام على هذه الكره وعلى هذه التسديده، هذه الاعاده ما فيهاش تسلل، انطلاقه صحيحه يا مهراوي الباس، الكره الاولى، الضربه الثانيه رايحه للزاويه 90، ولكن نيبلو الى الكورنر. يا سلام لو كان في الشباك. الرياحي ضربه قويه في الكره، هنا التحرك بشكل ممتاز، الى ربيع، الباس رايح، هو جول. الضربه هذه المره في الشباك يا الرياحي، تذكر يا الرياحي ماذا قلت، القادمة ان شاء الله في الشباك، الباس من اجمل ما يكون، والرياحي يكمل الى الشباك. هذه المرة الطريق سالك للمرمى الانغولية، 1-0 لأسود الاطلس. هنا الزئير للرياحي، وهنا الفرحة للرياحي مع بقية الزملاء. عماد الرياحي لاعب النادي البركانية ياتي بالضربة الاولى، بالفرحة الاولى للجماهير المغربية في مدرجات نيايو. يا سلام قلت ومشاهدينا الكرام، وكان الهدف يقترب. عينك على الباس، عينك على التمريرة السحرية المليمترية. هنا يا سلام يا ربيع، بالملي يا ربيع لروعة التمريرة. شوف اللمحة، هنا النظرة، هنا التمريرة، ومن ثم بعد ذلك هنا الرياحي، ثم الرياحي بكل هدوء وبكل تركيز يقول لحارس، لكن الثانية كانت في الشباك. هنا الكرة كرة على الطرف الايمن، هذا هو لاعب افونسو، ربيع حريمات، الكرة توصل مفيد، عندك يا مفيد بالراس في المشهد الختامي، بينما انطلاقة جهة اليسرى لك عماد، العرضية ممتازة بخارج القدم، ومر بالعمري مقوصة بالعمري وبالراس، في اختيارات اخرى. ماتياس وبالعمري، ماتياس يرفع كرة في القائمة الثانية، يلعب اليوسي، افونسو حذر من التسديد، كوكورو والمهدي، وانطلاقة انغولية الان، والعرضية لكن عليه مرسلة، لكن في الوادني. الحكم يقول خطأ، الوادني في صراع مع اللاعب جيل هذه البطولة، لكن مهمة على الله كأس العالم. الكرة لفائدة المنتخب المغربي، ويكون مرشح كبير للتتويج باللقب.
13 سبتمبر، بينما كرة صعبة جدا، والأحرار برافو يا ولد، برافو المهدي الأحرار، يتعمرق أمام باسينسيا، يتصدى أمام باسينسيا، كرة الرجوع، ولكن الأحرار يؤمن المرمى. الأحرار يحاول البحث عن الفجوة، البحث عن الممر، التسديد يسرى، مولوعة في الانتظار، مولوعة مرت أمامك. أوه يا أيوب ما فوت في الاستلام، يبحثون عن المرور، استلام وانطلاقة ومرور، وفي تلعب الركنية مقوصة. أنغوليا زاد في الرتم، الأنغولي زاد في الرتم في تتويج بلقب الدوري والكاف. هنا العرضية بالراس يا اليمنى، باسينسيا، التسديد ليك عنها، انطلاقة لخالد أورخان بعيدة يا طارق. هنا تمشي لجيلبرتو، بالعمري أمن الدفاع، بالعمري لمبدأ الأمان والسلامة. الكرة أوت إلى الركنية مرة أخرى. أنغوليا حذاري من هذا اللاعب، خطير جدا. جيلبرتو يختبر مفيد على الطرف الأيمن، يرفع كرة لكن بالعمري الطائر الآخر يخرج الكرة إلى التماس. فائدة منتخب أنغولا، مفيد برافو، ما يسددش، هذا خطير. جيلبرتو العرضية مرفوعة بالراس، يخرج يمشي، تقدم، اضرب، ولكن الكرة في الكورنر. هذه كادت أن تكون الضربة القاضية، ممكن هذه فرصة الثاني بنفس الطريقة، المناور عبر الأطراف، والعرضية أنغوليا الآن، الهجمة متواصلة، أنس البينية ممتازة، وبعد تجي من خلال هذه الركنية الراسية، ممكن الراسية نعم، الوادي مروان الوادي يضع في الشباك الكاوية في الدقيقة 82. هنا سجدة لطارق السكتيوي، فرحة لطارق السكتيوي، يعرف أهمية البدايات، أهمية الانطلاقة، أهمية ال3 نقاط في الدور الرسمي الأول. الوادي البرج العالي، الوادي المتألق دفاعيا، حاضر هجوميا، يغالط الكل ويضع الكرة في الشباك. قلت إن شاء الله يجي الثاني، إن شاء الله تجي الضربة الأخيرة، إن شاء الله تجي الكرة الشباك. هيا حضرت نعم عن طريق اللاعب الوادي. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة، الوادي في الزاوية البعيدة، يفاجئ الكل ويزور الشباك الأنغولية 2-0. ممتاز التدبير للكرات الثابتة يا الوادي، ممتاز التدبير للكرات الثابتة يا الوادي. هنا يتفوق على الكل. لمسة المدافع.